محليا وبولاية سوغهراس انطلقت عملية حصاد منتوج دوار الشمس، وهذا بالمزرعة النموذجية يوسفي الطيب ببلدية تيفاش وسط توقعات ببلوغ ما يفوق 2500 قنطار. التقرير لزين الدين بن شاب. أشرف والي ولاية سوغهراس على إعطاء إشارة انطلاق عملية حصاد منتوج دوار الشمس، والذي تمت زراعته ببلدية تيفاش تنفيذا لسياسة الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وهو ما سيعزز دور الولاية في إنتاج الزيوت الغذائية. أشرف السيد والي الولاية اليوم على إعطاء الإشارة الرسمية لانطلاق حملة حصاد دوار الشمس على مستوى وحدة الإنتاج الفلاحي المسمات يوسفي طيب ببلدية تيفاش. هذه المزرعة وين كان تم زراعة 231 هكتار مخصصة لزراعة دوار الشمس من ضمن مساحة إجمالية تقدر ب 373 هكتار. دونك كل هذه تدخل في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية اللي تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي. كل هذا يندرج في إطار تنفيذ السياسة اللي مسطرة من طرف السلطات العليا للبلاد من خلال استخلاص الزيوت اللي راح تكون موجهة للاستهلاك للمواطن الجزائري. هذا وتتم العملية في ظروف ملائمة مع تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، مع مردود متوقع يتجاوز 15 قنطار في الهكتار الواحد. في غضون 20 يوم و15 يوم نكمل عملية الحصاد. الإنتاج المردود المتوقع هو ما يفوق بحول الله 15 قنطار للهكتار، أي بإنتاج إجمالي يفوق 2500 قنطار. هو نوع مستحدث من الزراعات بالولاية، يهدف من خلاله قائمون على القطاع إلى توسيع الزراعات الصناعية وتطويرها. مشاهدينا الكرام، نرفع على مسامعكم آذان المغرب العاصمة وضواحيها.